بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق العشري يحييكم ويسعدنا أن أنقل لكم أحداث الشوط الأول بين منتخب كوريا والمنتخب المصري في إطار استعداد المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بألمانيا. لما بيفقد الكرة وبيحاول يجيبها مرة تانية، أبو تريكة يفتح لعيد، أحمد عيد طلع لأبو مسلم، أحمد عاوز يعمل 1 2 لكن تتقطع وعدى والله وتصديع وهدف ضايع، هدف ضايع وترجع تاني لعماد متعب والهدف الاول. يا سلام يا عماد يا متعب، يا سلام يا عماد يا متعب. في الدقيقة 18 او 19 عماد متعب هداف المنتخب المصري منذ المنتخب الشباب مع حسن شحاتة. طبعا بيروح يقابل حسن شحاتة، طبعا مدربه مع منتخب الشباب، هداف المنتخب المصري للشباب وهداف المنتخب الصاعد صاروخ النادي الاهلي عماد متعب. لكن عدى احمد عيد حلو قوي وصلحها ابو تريكة، ترجع تاني لعماد متعب بشماله تخبط في المدافع وتتحول الى هدف الاول للمنتخب المصري. اول وصول وظهور للمنتخب المصري باقدام عماد متعب في الدقيقة 19. هدف للمنتخب المصري باقدام عماد متعب في الدقيقة 19 واولى الاهداف. مباراة تحلو من الفريقين وطويله في الامام. بيبدا المنتخب الكوري، طبعا لن يقبل المنتخب الكوري وتعاملت، لكن تغطيه ممتازه من حسني عبد ربه وضربه ركنيه. ابو تريكه صانع الهدف الاولاني ولعبها حلو لعماد متعب، قطع ابو الهدف الثاني. يا سلام يا عماد، لكن قطع حلو قوي من العمق عماد متعب، وفي تفاهم طبعا بين ابو تريكه وعماد متعب. غافل فيها كده مدافع المنتخب الكوري وقطع من العمق، يمكن هوش ان هو هيطلع على بره بعد لتشونج كيونج في الامام لدونج هوين. دونج هيون واتلعبته حلوه، ولكن يا ولد يا ولد على التغطيه من محمد بركات. برافو، ولا ده حسني عبد على الارض على طول بيلعبها العيد والعرضيه لاحمد حلوه قوي. التحضيره والتسديده، يا سلام يا متعب، تحضيره حلوه قوي من عمرو زكي وعماد متعب، والتصويبه من عمرو زكي لكن خارج المرمى. حلو قوي، اتلعبت 3-4 نقلات حلوه قوي من ابو تريكه لعماد متعب بكعبه، وعماد متعب بيأهلها ويحضرها جميله لعمرو زكي اللي بيصوب برجله الشمال، لكن تعلو عارضه او مرمى ليوان جاي حارس المرمى المصري. مقفل كويس قوي حسن شحاته خاصه في منطقه وسط الملعب. دور محوري لحسني عبد الرب ومحمد شوقي، طويله في الامام، عدى من بركات ولا رقم 17 وبيحضر، والتسديده لكن ضعيفه. التسديده من سونج كوك لكن ضعيفه في ايد نادر السيد، لكن عدى دوهيون ودونج هيون. ويا ترى مين اللي هيسدد؟ والتسديده وتعدي بجوار القائم الايمن. عدت والله بجوار القائم الايمن. كلنا سامعين طبعا صرخات الجماهير الكوريه. لعبت ونطت الحائط البشري عشان تخبط فيه ولا حاجه، لكن عدت وبقت ضربه مره اخرى لحسني. كل ده في نص ملعب المنتخب الكوري. بيفتح لبركات اللي انضم على القلب. بركات وبيفكر ان هو يصوب، وفعلا التصويبه وركنيه. برافو يا بركات، ضم على القلب. احد الحلول لمنتخبنا بركات طبعا، خاصه قلنا بيلعب على الاطراف بيتميز بالسرعه، لكن قافلين على الاطراف كويس قوي، فاضطر ان هو يضم على القلب ويسدد بركات، وخد ضربه ركنيه للمنتخب المصري. نلعب في الدقائق الاخيره من الشوط الاول والدقيقه 19. هدف جميل احرزه من ركنيه وتحركات من لاعبي المنتخب المصري، وادي وائل جمعه والعرضيه، لكن على طول تخبط وتتحول الى ضربه مرمى. خبطت فوق الجمعه وتحولت الى ضربه مرمى لكيوسان. بيحضر للقادم من خلف دونج جين، عاوز يلعب 1 2، اتلعبت لكن ابو مسلم، برافو يا ابو مسلم، اتقطع والتسديده ونادر السيد. يا سلام يا نادر، يا سلام يا نادر، بيتألق في اللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الأول نادر السيد. تسديدة من دونج جين وقافل مرماه كويس نادر السيد، وادي الوانتو اتلعب وخبطت في شوقي وتروح، وادي التسديدة على طول، لكن بتعلو عارضة نادر السيد. وفعلا في اللحظات اتلعبت جوه منطقه الجزاء، وادي نادر السيد وترجع تاني والتسديده لكن تقلش وتبقى ضربه مرمى. منطقه الجزاء من ناحيه اليمين.
ورقابه داخل منطقه الجزاء. اتلعبت الاماميه العرضيه وبيخرج، لكن تروح ناحيه الشمال والتحضير مره اخرى. ونادر السيد، برافو يا نادر، التحام من دهيون، لكن نادر السيد برافو بخبرته، فاول لصالح منتخبه. والله ده شين كوي اللي كان ملتحم في الكره اللي فاتت دي. وادي على طول شوقي، وترجع تاني للمنتخب الكوري، عاوز يعمل 1 2 بين دونج هيون واتعملت على البعيده، وبرافو يا بركات. اللمسه دي يا بركات قطعت بيها كره خطر، لو سيطر عليها هنشوف رقم 26 تشين كوي كان ممكن تبقى فيها خطوره على مرمى نادر السيد. اتعملت حلو قوي التحضير وخارج من الخلف الامام، لكن بركات بلمسه كده قطع فيها الكره وراحت لنادر السيد. والله لو راحت له كانت هتبقى فيها خطوره على مرمى نادر السيد. اتعملت 1 2 3 الاخيره لصالح تشين كوي، لكن على طول بركات بيحط رجله. والبدايه الهجوميه لسه المنتخب الكوري هو الاكثر هجوما خلال احداث الشوط الثاني. سانج سيك يرجع ورا لدونكي جين، سانك سيك ودونج جين. تلعب الثاني لسانك، عاوز يعدي من عماد وبيصلحها تاني، لكن مأخر نفسه. يلا يا حسني يلا، بيحاول يبني من جديد لمنصالح منتخبنا، لكن الضغط وقطعت. خطر جدا الكلام في نص الملعب. وادي هجمه مرتده وعدت، وانفراد بنادر والحمد لله تشونج كيونج لعب الكرة خارج مرمى نادر السيد. والله عاوز اقول ان تعاطف القائم الايمن لمرمى نادر السيد مع تشونج كيونج. لعبت حلوة قوي من الخلف الامام وسدت، لكن بجوار القائم الايمن لنادر السيد. خطر جدا جدا يا رجاله، التحضير خطوه من. وادي هجمه مرتده ابو تريكه بيعملها، هجمه مرتده وقطيعه لعماد متعب، وعماد وعمرو زكي. فضل ان هو يطلع عمرو زكي، عمرو والتسديده من عمرو، وخد ركنيه عمرو. يمكن اول انطلاقه لو لعبنا بسرعه اكتر من كده هنكون اكثر تهديدا واكثر وصولا لمرمى يونج كوانج الحارس الثاني للمنتخب الكوري. ادي عمرو زكي، لكن تحس برضو ان هجماتنا بتمثل قوي لحسني لعمرو زكي، عاوز يعدي حسني وسط الزحمه، عدى والله وخد 1 و2. حسني عبد ربه عاوز يعدي ناحيه الشمال كتير يا حسني كتير، شوقي لحسني، حسني بيدور على التسديد، عدى حسني والتسديده فعلا وعدت. كان قادم والله عمرو زكي، زحلق كده في محاوله للوصول اليها، لكن حسني مميز جدا في التسديد. حسني عبد ربه، لكن المره دي قلشت وكان في طريقها والله عمرو زكي، لكن تطول وتبقى ضربه مرمى. يونج كوانج حارس مرمى المنتخب الكوري. كوك عاوز يرجع تاني، مقفل كويس منتخبنا على حدود منطقه الجزاء، يرجع ولا عرضيه وانفراد. يا سلام يا نادر، يا سلام يا نادر، اتلعبت حلوه قوي من الخلف الامام مع اندفاع دونج جوك وحطها بدماغه، لكن نادر السيد طلع خطوه كده قفل بيها مرماه، حول الكره الخطر للمنتخب الكوري لضربه ركنيه. ادي يمكن اول ظهور ايجابي للمنتخب